إذا كان بيعاملك حلو في الخطوبة هتبقى معاملته أحسن كتير في الجواز. إذا كانت بتحترمك إيراد في الخطوبة هتحترمك 100 إيراد في الجواز. أهلا بيكم، معاكم أحمد الحارس، وهنا بنتكلم عن إزاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. الصبر مفتاح الفرج. ماشي. دلوقتي الناس عماله تقول لك اصبر، عدي فوت، في الاول اول سنه الدنيا بتبقى صعبه، اصل تاني سنه انتوا لسه ما خدتوش مع بعض، وبعد كده نفس الناس دي بتقول لك انت ايه اللي خلاك او ايه اللي خلاكي صبرتي من الاول. تمام. امتى يكون الصبر حاجه كويسه؟ ان احنا فعلا نصبر، ان احنا يعني نصبر امتى على حد او وضع مش تمام على امل ان هو يتغير، وامتى الصبر ده بندفع ضريبته بعدين، ان بيتقال لنا انتوا صبرتوا ليه من الاول، دي حاجه ما يتصبرش عليها. طب بداية كده عايزين نطلع الناس اللي بتقول، لأن مفيش حد بيعيش حياة حد. فلو احنا دلوقتي خايفين ان الناس تقول، لا، عايز اطلع الناس من الحسبة خالص. انا عايز انا اللي اقيم الوضع اللي انا فيه عشان اشوف عايز اوصل لايه. فما يشغلنيش بقى ما هو الناس ممكن انا ما تقول هو لي انا ضيعت ولا ما انا ضيعتش. بقيم اللي انا فيه ده بناء على تجارب اللي حواليا. لا، المفروض يعني اقيم اللي انا فيه بناء على اللي انا فيه. ما هو اللي انا فيه يقول ان انا مش متفاهمه، واحنا اتنين مش فاهمين بعض، واحنا اتنين طول النهار خناق، واحنا الاتنين عاملين ننفصل. طول نكلم النهار. الناس، طول نسال النهار اللي خناق. حوالينا، يقول لك لا يا عم انتوا لسه اول شهر مع بعض، انتوا لسه تاني شهر. تمام. طب ما يبقى مع صحيح، كده ان حلو، ان ايوه، إن ما هو راي لا. الناس مهم اهو. ماشي، ده سؤالي بقى، هو احنا في انهي مرحلة؟ ما حلوة هنا قوي دي. برضو الصبر في انهي مرحله؟ هل ان انا لما اتخطب لحد انا في الاول مش عارفاه امم. فاصبر عليه لغايه لما اعرفه؟ طب امم. انا بعد ما عرفته اكمل معاه؟ طب انا كده الوقت اللي انا ضيعته ده احنا تمام. خلاص قربنا على الفرح، كل ما بنطول قدام كل ما بيبقى اللي هو ايه تكلفة الخسارة اكبر. اكبر. ماشي. احنا المفترض ان اساسا اول ما بنتعرف على حد بنكون متوقعين ان هو مختلف عننا، لان احنا مش نسخ من بعض. اه فالمفترض ان بيتم بناء التوافق جزء ورا التاني. اول فترة بتاعة الخطوبة احنا ابتدينا نعرف حاجات عن بعض، طبعا مش كله لان احنا لسه مش عايشين والكلام ده كله. بعد كده في اول الجواز مش هقول طبيعي، ولكن في اغلب الاحوال بيكون في خلافات ما بين الاتنين، لان دول لسه اتنين اول مرة يتقفل عليهم باب واحد. اللي نقدر نحدد على أساسه إحنا نكمل ولا لأ هي طبيعة الخلاف نفسه. يعني مثلا لو أول خلاف ما بينهم هو بيحب يسهر هي بتحب تنام بدري، مم. فهو قال لها طب ما تقعدي، لا أنا بنام معرفش إيه. لو حاجة زي دي هي اللي حصل عليها الخلاف بسبب بس اختلاف في اللايف ستايل اللي كانوا عايشينه واللي بقوا بيعيشوه دلوقتي، فدي حاجة ما ينفعش إن أنا أبوظ الدنيا عليها، مم. لأن ده بقى الجزء الأولاني اللي إحنا لسه فيه بنعرف بعض. دي الحاجة اللي بس اختلافها إن إحنا أول مرة يتقفل علينا نفس الباب. ولكن الحاجات الكبيرة اللي بتكون في بداية الجواز اللي ممكن تؤدي لانفصال بيكون ليها بوادر في الخطوبة. يعني ايه؟ انت ابتديتي تلاحظي بعد ما اتجوزتوا ان هو بيكذب كتير. مم. مش منطقي ابدا ان انت تقولي انه ما كانش بيكذب ابدا فترة الخطوبة. لا، انت شفتي بعض البوادر ولكنك قلتي مش بالضرورة تسوء بعد كده او تزيد او ما بعد كده. كانتش بنفس الحده بعد كده. حلو، ما هي كنا بالمناسبة. مثلا هو في بلد وانا في بلد، ما انا كنت ففكره لسه ان هقول لك انا اهو، اعرف عنه حاجه ما بقتش كتيره. الحدة بتزيد بالإيجاب أو السلب أول الباب ما يتقفل. مم. يعني اللي كان بيعاملك كويس بدرجة وانتوا في فترة الخطوبة هيعاملك بنفس الدرجة، لا، هيعاملك أكتر بكتير بطريقة أحسن بكتير بعد بالعكس، الجواز. ده الشائع ان الناس بتبقى كويسه في الخطوبه، يقول لك اتحول، يا ريتنا فتره الخطوبه امتدت. لا بالعكس، هي المشكلة في الناس اللي بتقول كده إيه؟ إن هو بيكون باصص لحاجات أساسا من خياله. يعني إيه اللي أنت بتتكلمي عنهم دول؟ لو افترضت إن كلمة الست هنا صح، اللي هو الراجل اللي كان بيبهرها قوي في فترة الخطوبة، اه وبعد كده لما خلاص بكلام كنتوا لما اطمن لوجودي بقى بيتعامل عادي. بالظبط. دي ما لك مثلا ما كانش بيفوت عيد ميلادي، ما كانش بيفوت اي مناسبه، كان دايما عشان كده انا مهتم، قلت كان لك ده اللي دايما في كير. خيالكم. عشان كده انا قلت لك ده اللي في خيالكم. ما هو المشكله ان في ستات، وفي للاسف بعض برضه الرجاله، في ستات بتكون معتقده ان الحياه الزوجيه هي الحياه بتاعت انه لازم يجيب لي، لازم يعمل لي، لازم يخلي لي، لازم يبقى رومانسي على طول، لازم يبقى الدنيا كلها هق وكركر. مش دي الحياه الزوجيه. فالمشكله اللي بتحصل ان هي شافت، مش هقول عاشت، شافت فتره الخطوبه ماشيه بالسكه دي، فقالت انا عايزه نفس السكه تبقى بعد كده. تمام، يعني ما شفتش حاجه وحشه في الخطوبه مش قصدي ان هي حاجه وحشه، انا قصدي ان التوقع في حد ذاته مش صح.
إمم. ما هو طبيعي جدا ان في الاول في فترة الخطوبة بيكون الانسان مركز في الحاجات اللي هتبهر الطرف التاني، وده بيمشي على الناحيتين، من الراجل للست ومن الست للراجل. هجيبها بمثال على الرجالة عشان الستات بتزعل لما بجيب المثال عليهم. الخطيب وهو رايح لخطيبته البيت مش بتبقى على سنجة 10؟ إمم. طب هل هو كل يوم في البيت لما يتجوزوا هيشوفها على سنجة 10؟ لا. لكن هي طبيعي بما ان هو جاي بتستقبله بشكل جميل، فما ينفعش ان هو يبقى معتقد جهلا منه ان هي هتفضل على طول بنفس الشكل ده. لا، انت بتروح تشوفها ساعة ولا اتنين من 24 ساعة، وهي عارفة ان انت جاي فمستعدة لده. إمم. فالايمج دي، الصورة اللي انت كونتها دي، مش طبيعي ان هي تكون موجودة على طول. ونفس الكلام بالنسبة للست، وهو جاي لها هو بسم الله ما شاء الله، ده الواد بقى اللي ايه لابس اللي على الحبل بقى، فان هي تكون معتقدة ان هو هيكون كده على طول، وترسم في خيالها ان لما هيصحى من النوم هيكون بنفس الشكل. انت كده برضو بتكدبي على نفسك. إمم. فالناس اللي بتلاقي الاصطدام في الحياة الزوجية ده هو اللي بيكون بالنسبة للكلام اللي كنت بتقوليه، هم اللي بيكونوا معتقدين ان اللي تم في الخطوبة هو اللي هيتم في الجواز. انا اللي بتكلم فيه بقى حاجة اعمق، المعاملة نفسها. اذا كان بيعاملك حلو في الخطوبة، هتبقى معاملته احسن كتير في الجواز. اذا كانت بتحترمك ايراد في الخطوبة، هتحترمك 100 ايراد في الجواز. لان محدش دي الناس الطبيعية. العادي، ما انا بتكلم على البشر العاديين أصل الاسوياء. مثلًا تلاقي حد يقول لك لأ ده والله كانت مهتمية وكانت بتحترمني وبعد الجواز اتحولت. لا، هي ما اتحولتش. انا بالمناسبه، ده تصريح. انا احمد الحارس اقر واعترف اني لا اعترف بالتحول المفاجئ. إمم. ما عنديش انا حاجه اسمها تحول مفاجئ، مستحيل، لانه غير منطقي. مفيش حاجه اسمها فلان قبل الجواز كان وفي لحظه بعد الجواز اتحول. مفيش حاجه اسمها فلانه قبل الجواز كانت وفي لحظه بعد الجواز اتحولت. الكلام ده وهم. كل حاجه بيبقى ليها بوادر وبتاخد وقت. فما ينفعش ان انت ابدا تيجي تقول اصلها كانت ثم اصبحت. الحقيقة بتقول، والواقع اللي احنا فيه بنقول، ان الانسان بيتغاضى وبيطنش حاجات بتكون مبينه له اللي هيحصل بعد كده. فزي ما كنا لسه بنضرب المثل اللي من شويه بتاع اللي هو رايح لاقيها على سنجة 10، وهو برضه لما جاي لها كان بنفس إمم. الكلام. مفيش انسان عاقل او سوي لا قدر الله ممكن يفكر في الانفصال لمجرد ان هو لما صحى لقاها منكوشه، لان ده غباء في حد ذاته. انت عايزها تكون نايمه وتقوم بنفس المنظر اللي انت شفته. هنا فالحتت اللي ممكن زي دي هنا ممكن ما بقى، توصلش انفصال بس توصل إن الحياة متنغصة. ما انا ده قصدي كلامي. فالحته اللي زي دي بقى اللي هي ايه، واقع الحياه الزوجيه، اللي بنسميها احنا ان هم لسه بيطبعوا بقى على بعض. إمم. هو زي ما كنت لسه بقول لك بيحب يسهر، هي بتحب تنام بدري، او العكس بالعكس. هو بيحب ينام والدنيا تبقى مليانه هوا، هي بتسقع. هو بيحب يقوم بدري، هي بتحب تقوم دي حاجات الظهر. تنغص، لكن احنا بنتكلم على صبر على الحاجات مثلا. يعني واحده هي بتقول لك هو داقوا الستات، هل هنا لو صبرت عليه على اساس ان هو مكفي بيته وبرده كويس مع عياله وكل حاجه لحظه بس بقى، دي ضايقه؟ ما انا جاي اهو. داقوا الستات ان هو بيعمل حاجه حرام، ولا داقوا الستات انه عايز يروح يتجوز؟ لا مش بيبقى، لا الشخصيه يقول لك لا ده عنده بيت وحاجه بس اللي هو ايه، لا واحده يكلمها لا ده، يتكلم لا لا على لا لا لا، النت ده غلطان. يكذب ويقول ان هو ما لسه مثلا بقول مش اهو. مرتبط. لا، ده غلطان، ده غلطان، وانت كده بتعمل مصيبة في نفسك وفي مراتك. انا ليه تملي بحب ان انا اوضح بين الاتنين، لان ده سيناريو وده سيناريو. لا الجواز خلاص، الجواز ده حد ملتزم قرر بس يتجوز خلاص، يعمل، لا لا انت، احنا انا بقى بقول بنتكلم بقى على للراجل. اللي ايه، بتفتح الاكونت بالصدفه، مش هنقول هي ماشي. بتدور، بتلاقي رسائل مبعوثه ماشي. بيكلم دي بيعاكس دي. انا هل هنا، هنا اصبر عليه يمكن حلو نصلح؟ بالمناسبة انا هنا اول حاجة، لو ست هي اللي جاية بتقول الكلام ده، اقول لها وجهيه. قولي له انت، انا لقيت كذا ازاي. هفترض معاكي ان هي اللي بيسموها نزوة او غلطة. الانسان اللي بيكون عارف ان اللي هو بيعمله غلطة، لما بيتم المواجهة معاه بيقول انا كنت غلطان. لكن الانسان اللي عايز ياخدها حجة والمشكلة عنده هو، بيقاوح ويكابر وممكن يقل ادبه. فموقف زي ده، اول حاجة انصح بيها اي ست، هاتي الكبير بتاعه. فين كبيره؟ فين كبيره اللي يقدر يقول له كلمة يحترمها، او بمعنى دق يمشيها عليه بالعافية. كبيره هو اللي هيقعد ويقول له انت غلطان والمفروض يعني يحصل هنا بقى واحد مش هيبقى اتنين فكره ان تلاتة. احنا بندخل ناس غريبه في المشكله لا، بتاعتنا كبيره دول الاهل، ما ده اللي ربنا بيقول عليه. مم. حكم من هنا وحكم من هنا. مش انتوا خلاص داخلين ان الدنيا بتبوظ؟ انت اكتشفتي ان هو بيعمل حاجة غلط ومش قادرة انك تكملي على الوضع ده، صح؟ مم. احنا رحنا في الاول ان هي ممكن تكون غلطة. غلطة لما هتواجهيه هيعترف ويعتذر، وبعد كده تشوفي ايه اللي ممكن ونشوف يرضيكي. بوادر ان في حاجه اتغيرت، تمام. تمام. لا، انا بقى بقول لك ان هو اللي بيكابر مم. واللي هو قله ادب لقله الادب. مم.
لا فين كبيره بقى، تعالى احنا خلاص دلوقتي رايحين في سكه ان ما ينفعش. وانا بالنسبه لي الحاجه اللي بيبقى مش هقول صعب ولكن كمان اقول مستحيل، المسامحه في الخيانات بالنسبه لي مستحيله، مم. لانها مش منطقيه. انا ليه اسامح على حاجه المفترض ان انا اكون مطمن لها من ناحيتك دائما وابدا؟ ليه اسامح سواء راجل او ست؟ ليه اسامح؟ عشان كده تملي بحب ان انا اوضح ما بين اللي يروح يتجوز مم. واللي يلعب بديله. دي حاجه ودي حاجه. فموقف زي ده ممكن ان هو يبوظ حياه زوجيه، اه طبعا ممكن، لكن في نفس الوقت ايه الطريقه اللي اتصرف بيها مع الموقف ده؟ اتكلمنا ان احنا هنواجه، وبعد كده هندخل بقى حد كبير، لان احنا خلاص رايحين في اتجاه ان مفيش. لكن الحته بتاعت ان بعض الطباع احنا لسه بنعرف بعض، لو في اول الجواز لا محتاجين وقت فعلا، مم. ده طبيعي جدا جدا جدا. طب الصبر على الحالة المادية، الصبر على الحاله الماديه حلو قوي 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 ده. يعني في حد تقول لك ايه، بص انا صبرت عليه اللي هو ما كانش معايا وي 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 وي، ماشي. فلما بدأت بعد كده فبقى ده العادي، فبيتقال لي انت اللي صبرتش من الاول. معلش اشرحي لي دي تاني، يعني ايه يعني لما بعد كده يتقال صبرت، لها حصل العادي؟ له دروبات في شغله حصلته، فبقيت انا اللي بصرف على البيت، فانا اه صبرت انت اللي على بتسرق؟ لا 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 لا، ده مش فانا اللي هو ايه صح. بساعده، طب ايدينا بايدين بعض، الحياه بقت صعبه، فجاء بعد كده بيتقال لي ايه ده، انت مين اللي قال لك تعملي اصلا؟ منه وابتدى هو. يبقى اتاك انا اكتر. بقول لك منه هو. اه. لا ما هي دي، هل هنا بقى دي الصبر على كمبدأ لا، ده الاوضاع مش صبر. الماديه لا 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 اللي لا لا لا. ثانية واحدة، ده مش صبر. هعيدها تاني. ده مش صبر، ده سوء إدارة للي انتوا بتعملوه. همشي معاكي بالسيناريو الآتي: هو كانت الحياة ماديا مستقرة بالنسبة له، حصل له دروب وبقى دلوقتي في أي مشكلة مادية. اه احنا هنا بالكلام اللي انت بتقوليه من شوية ان هي كمان بتشتغل، اه فهو بدأ يقول لها حطي. اه ليها الحق ان هي تتعامل ان ده دين. انا عارف الكلام دلوقتي ممكن يزعل الرجاله، بس الحقيقه هي اللي بتتقال كده، هي ليها الحق انك تقول لك ان ده دين، وليها الحق ان هي تقول لك لا. مم. يعني الحالتين بتوعها. ليه؟ لان اولا واخيرا انت المسؤول. يعني هنا اي مش مساعده هيتفسر، مش منها. هيتفسر ما انا ان عشان كده هي. بقول لك الرجاله ممكن تزعل، مم. لكن انا بتكلم في اللي ليهم واللي عليهم. انا ما بيهمنيش مين اللي يزعل، انا اللي بيهمني ان الكلمه اللي انا بقولها اكون عارف ان ان هي انت اللي هي كده صح. مش اصيله، ان هي ما صبرتش، ما لا وقفتش خالص. معايا في ما الزنقه انا لسه بقول لك بتاعتي اهو، انا لسه قايل ايه، ليها الحق في الاتنين. يا اما تتعامل انه دين، يا اما تتعامل ان لا. اغلب حالات الستات اللي بتقع في حاجه زي دي، انا اسف في الكلمه، بتكون عايزه تساعده لمجرد انها تحافظ على الشكل الاجتماعي. يعني لا ايه؟ احنا هنا مش بنتكلم في رفاهيات، احنا بنتكلم في حد كان بيشتغل فجأة ما بقاش عنده شغل. ما انا لسه بقول اهو، اغلب الستات اللي بتساعد في الوضع ده بتكون عايزه تساعد عشان تحافظ على الوضع الاجتماعي، عشان مش عايزه تقول احنا كنا وبقينا. لا هي مش كده، هي الفكرة كلها ان هي مش انه عشان مفيش حد يقول خالص، بس. ايمن لسه بقول لك مفيش، في مفيش. اطفال، في ما انا مدارس، في كنت لسه هقول التزامات، لك في. الطبيعي بالنسبه لاي راجل انه لما بيحصل حاجه زي دي ان هو بياكل في الارض، بيحاول يعمل اي حاجه حتى ولو لا راحت ما هو لاكتر حاجه بيتهمها، بيقول لها انت ويستلف. المفروض ما تصبري معايا، وانت ست مش اصيله، وانت وايه يعني، طب ما انا معلش، اشتغلت سنين عمري هي كلها. ست مش اصيله ليه؟ عشان مش راضيه تديله من علشان فلوسها؟ انت بتضغطي عليا ان انا انزل، انا هنزل اشتغل وده بس الاقي حاجه مناسبه. انا مش معقوله مثلا كنت في مثلا مدير بروجكت وفجاه اه انزل اقف في محل. لا عادي، انت لو مش هتعمل ده لا المفروض فاللي تاكل هو وتشرب ان منين؟ ثانيه بس، انا بقول للراجل يعني ماشي خلينا نقول راجل، انا بقول للراجل دلوقتي اللي بيقول الكلمه دي، يعني انت مش عايز تقف في محل وتتعب وتجيب الفلوس من عرق جبينك، لكن عايز واحده ست اللي تصرف عليك ايا كانت مين ما الست احنا دي. ماشي، انا بدور وبعمل بس اصبري معايا، ما انت ما انت ايوه ما هي ما ليها انت ليميت شفتي برضه، الحلو معايا ما هو مش مثلا هنكذب. سنين. ما هي برضه ورتك. ما انت ما ينفعش ان انت تجيبها من ناحيه واحده بس. اه هي شافت منك الحلو، اه على عيني وراسي وربنا يبارك لك، طب ما هي برضه ورتك الحلو. انت عايز ليه تختصر الحلو في فلوس؟ لا، الحلو في حاجات تانية كتير. عشان كده انا بقول اللي بيكون بيفكر بالطريقه دي هو اساسا بيه كابر. هو عايز يقعد ويتشرط على الحاجه اللي تيجي لغايه ما تيجي الحاجه اللي على مزاجه. يقول لك فرصه ولو انت ما مناسبه. عملتيش، ما لسه هقول لك اهو، اه. ولو انت ما عملتيش انت وحشه. لا، انت طالما مضطر، وركز في الكلمه دي لان انت دلوقتي مضطر، طالما مضطر اشتغل. ان كانت انت هتشتغل ايه؟ هقول مثل هو يعني هيبان كوميدي وهو شعبي جدا، في جمله كده اغلب الرجاله بتقولها، بيقول لك طول ما التلاجه محتاجه اشتغل اي حاجه. يعني ايه؟ ما ينفعش بيتي يكون محتاج وانا قاعد عايز احط رجل على رجل. اصل انا كنت بروجكت مانجر ودلوقتي اللي جاي لي ان انا اكون محاسب في شركه وهيبقى فوقيه واحد، فده مش مستوايا. لا يا بابا، مفيش الكلام ده. انت كده ما تعرفش يعني ايه ان انت تبقى مسؤول. مسؤول معناها ان انت بتتصرف في ايا كان الوضع.
ايا كان الوضع، ان انت يبقى اسمك راجل، دي معناها ان انت بتتصرف في اي وقت، على مزاجك مش على مزاجك برضه بتتصرف، مبسوط مش مبسوط برضه بتتصرف. فما ينفعش ابدا اذا هي عن طيب خاطر ساعدت بحاجه ان انت تاخدها حق مكتسب، وانت لو ما عملتيش كذا تبقي مش اصيله. لا ما ينفعش. انت في كل الاحوال اذا حصل الدروب ده الطبيعي انك تسعى تغيره وبسرعه، حتى لو هتيجي على نفسك. تعالى بقى في موقف شبه ده، شوف الست الاصيله اللي معاك ممكن تعمل ايه. مجرد ان هي هتلاقي ان انت بتحاول، والله لا تديك عينيها. انا هنا برضو بتكلم على الست العاديه، اول ما هتلاقي ان انت بتسعى هي هتديك عينيها. اللي هو فرضا انت كنت بتاخد سين، دلوقتي بقيت بتاخد سين على 4، فربع المرتب هو اللي بقيت بتاخده. هي لو شافت وكان في ايديها حاجه، ما الطبيعي ان هي تساعدك. الطبيعي ليه؟ لانك اولا واخيرا اتحركت وانت عايز تغير الوضع قبل ما هي تمد ايديها وتغير. في اللحظه دي انت تكبر في عينيها وهي تكبر في عينيك، ان انت مش عايز تاثر وتعتمد عليها، وفي نفس الوقت هي ما شافتش حاجه في ناس تقدر تقول لك تعملها وما انا كان عملتهاش. بيوصل بيا الحال اني انا بروح استلف. هي اللي تستلف ايوه، والباقي قاعد فين؟ علشان معلش. هو عشان هو كان في تايتل معين فمش هينفع ينزل ده عليه. انسان مغرور ومش حاسس بالمسؤوليه. يعني انت تخلي مراتك يا بتاع التايتل، مخلي مراتك تروح تستلف من حد؟ هتستلف من واحده ماشي، لكن قصدي كلامي المبدأ نفسه. اهل بيتك عرضك هي اللي رايحه تستلف، وانت قاعد عشان مش جاي لك التايتل اللي على مزاجك، وترجع تقول ان انت اسمك راجل؟ فين راجل دي؟ دي برضو جزء برضو من ضمن الناس بعد كده تقول لها ايه، طب ما انت اللي صبرتي من الاول انا كملي عشان كده، جميلك. انا عشان لا هنا مش جميل، انا عشان كده في اول الكلام خالص قلت لك هي ليها الحق في حاجتين، مم. تديها لك كدين وتديها لك من عندها. انا بقول من معرفتي باللي بشوفه حوالينا ان الست لما بتلاقي الراجل نفسه بيحاول والله العظيم ما تخلع بتش... عينه وتديها له. يعني لكن هي اذا انت كان ما هي عملت تقعدش. كده وهو ما بيحاول، ما بالك لو هو حاول الله هتعمل ينور ايه؟ عليكي، الله ينور عليكي. الطبيعي الست العاديه جوزها، فلو في حاجه في ايديها هي تعملها هتعمل. طب انا هجيب بقى معلش، انا المثال اللي هضربه ده هو المحبب بالنسبه لي انا. انا هقول ان هي ما كانتش بتشتغل، كنت هتعمل ايه يا راجل؟ هي ما كانتش بتشتغل، انت اللي كنت بتشتغل، وقدرا حصل اي حاجه، الشركه اللي انت كنت فيها مشت عماله، لا قدر الله كان عندك بيزنس وحصل له حاجه، كنت هتعمل ايه لو هي ما بتشتغلش؟ ساعتها للاسف بتضطر ان هي تنزل تشتغل. هي اللي تنزل؟ يعني انت عشان مش عايز تنزل على تايتل اقل هتنزل مراتك؟ لا ما ينفعش. اللي يعمل ده في موقف شبه ده هو مش راجل اصلا. انت مش راجل. انت المفترض انك في لحظه زي دي بتتعامل في اي حاجه، في اي حاجه. ليه؟ عشان انت لما تيجي تقول هي لو اصيله هتعمل، طب انت يا اصيل عملت ايه؟ انت كان اهون عليك ان هي تتمرمط وان انت تايتلك ما ينزلش، ترجع تقول لي هي لو اصيله؟ لا مش لو هي اصيله. يعني صبري في انت اللي حاجه زي غلط. كده ما ينفعش. هي بتبقى مشروطه بفعل الراجل. اه. لو لا قدر الله حصل دروب، الست بتبقى شايفه وفاهمه. لا قدر الله اذا هو تخاذل زي ما انت بتحكي، لا هي ما ينفعش. انا مش هقول لك بقى ان انت ما تصبريش ان انت لا قدر الله تتطلقي، لكن لا ما تعمليش ما ما تعمليش تخليهوش يعني يتكل. ما تخربيش ما البيت، بس تخليهوش بس يتكل. خلاص انا اه مش اتصرف، هشتغل هات خلاص. لنا اكل. روح هات لنا كيس ملح وعيش ونسقيه في زيت هاكل معاك، لكن ما ترميهاش عليا. لان هو في اللحظه دي هينزل من نظرها لدرجه هو مش متخيلها، وفي نفس الوقت لو اتحرك ان هو يجيب 10 جنيه ويجي هيعلى في نظرها. هنا بقى الصبر على ال10 جنيه اللي بتيجي، الله ينور هو ده عليكي. بقى هو ده بقى اللي الصبر اسمه اللي ما صبر. يتقالش هو ده عليه اللي اسمه صبر. صبرتي ليه. الله ينور عليكي. ليه؟ لان التقلب ده حاجه موجوده، وزي ما انت لسه قايله، ما هي شافت منه حاجات حلوه خلاص هي بترد له الحاجات الحلوه دي، في انها تصبر على ضيق الحال. لكن انها تصبر ان هو دلوقتي بقى بيطالبها، ولو قالت لا تبقى هي اللي وحشه؟ لا يا بيه. اتحرك وخليك زي الرجاله، روح اشتغل اي حاجه، هات اي فلوس وتعالى. هنا الست الاصيله الطبيعيه تقول لك انا معاك، انا كنت معاك وانت بتجيب لي الاكل الفلاني من احسن الاماكن، دلوقتي انا معاك واحنا بناكل ملح وزيت. دي اللي اسمها ست محترمه. لكن ان انت تبقى متواكل للدرجه ان هي اللي لازم تعمل، يبقى المشكله عندك انت مش عندها. يعني فالصبر الصبر. المفروض لما انت تكون بتسعى، انت بتتحرك هي معاك، وده ده التصرف الطبيعي لاي ست عاديه. يعني احنا مش محتاجين هنا ان احنا نافورها. الست العاديه بتتصرف كده، الطبيعيه السويه. طيب في برضو الحاجة المنتشرة جدا، الصبر على العند. 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 احنا كده هنتكلم ان مين اللي عنيد؟
هنقول ان الراجل والست عند، هو الراجل مضيق دماغه، مش هنقول بقى في الاساسيات، بس هو مضيق دماغه في حاجات مأفورها. مأفورها، اللي هو يعني طيب لو هسأل سؤال، والستات بقى اللي عندها حالة زي دي ترد بينها وبين نفسها. جوزك غيور لدرجة زيادة عن اللزوم ومقفل دماغه ده لدرجة جبارة. بنقول لك هسألك سؤال واحد، انت شايفة ان ده في نظرك راجل؟ يعني انت شايفة الراجل اللي بيقولك ده راجل مكتمل الرجولة في عينيكي؟ ايوه، هي مش حلو، صبرا معترضه على صبرا ده، هي صبرا بس. بس صبرا بس، جاية حبة حبة، انا هي جاية خطوات. يعني بداية انت بتقولي ان انا شايفة انه راجل، مم. انا معاكي انه مأفورها وقرفك ومضايقها عليكي. اه. حلو، مجرد ان انت شايفه ان هو راجل، حتى ولو قرفك شويه، انت عشان هو راجل عارفه ان هو مش بيعمل الحاجه لمجرد انه يقرفك او يذلك، انت عارفه ان هو اوفر. اي اوفر انا بقول لك اهو بالظبط انت كده. عارفه ان هو اوفر. عشان كده انا اول سؤال قلته ايه؟ انت شايفاه راجل؟ ايوه. خلاص، الطبيعي بالنسبه للست اما بتكون شايفه ده بيبقى عندها القدره انها تتحمل. ليه انا تملي قلت لك لازم يكون راجل؟ لان طبيعه الست، مين اللي بيقول لي الحاجه بتفرق معاها جدا. في ستات، في حاجات انا اعرفها، راجل في مجتمع الرجاله هو بسم الله ما شاء الله بلسم، في مجتمع الرجاله هو بلسم، لكن مع مراته صعب في التعامل جدا. مش بيقل ادبه ولا بيهينها ولا ولكنه غيره لدرجه احنا بنقول له خف شويه، يعني بالراحه. اغرب رد سمعته من حد زي ده بيقول لي يا عم هي مبسوطه. هو قارفها وهي قرفانه، يعني هو قارفها وهي قرفانه، هي فعلا تعبانه معاه في الحته دي، ولكنها من جواها مبسوطه. اه انا عارفه ان هو بيعمل كده لانه بيحبني، هو غيران عليها زياده عن اللزوم، زياده عن اللزوم، انا مقر اهو ان هي زياده. عشان كده اللي بيكون الحاجه الجوهريه بالنسبه للست هو انا شايفه الراجل ده ازاي. لان الست اذا اللي بيغير عليها هي مش شايفاه راجل، والله العظيم ما بتشوفها غيره اصلا، بالعكس بتشوفها عدم ثقه في نفسه. لكن لما بتكون هي عارفه ان هو راجل بيكبر في عينيها لمجرد انه غيران يعني عليها. هنا الصبر مرهون بان انا شايفاه ازاي. عشان كده انا جبتها الاول عند الست، قلت لك هو قرفها، مم. هو قرفها خلاص، انا اديتها كل الحقوق مقدما. مم. فرحت سائلها هي، انت شايفه الراجل ده ازاي؟ لو هي شايفاه راجل هتبقى عارفه ان طب لو الغيره دي هي حاجه شايفه ان اللي كويسه. بيعمله ده قله ثقه في نفسه. ما هي يبقى هي كده بقى، عشان كده انا قلتها لك مم. تاني اهو، عشان كده انا قلت لك هي لو شايفاه راجل هتشوف كده. لكن لا هي قدر بتقول لك الله لا، بقى هو لو هو شايفه ان شايفني ان هي انا قله اعلى منه، ثقه. بوزيشن اعلى منه، بتعامل مع ناس افضل منه. لا انا مش اله الا الله. بضغط عليه في ده، بس هو حاسس بكده، انا ما ما انا بعملش كنت اي لسه بقول، تصرف من قريب او من بعيد. صح. انا مدركه بالمناسبه ده. الغيره ملهاش دعوه بالتصرف، اللي ليها دعوه بالتصرف الشك. الغيرة طبيعية ملهاش دعوة بالتصرف. اللي هي حتى لما بنسمعها من وسط كده البنات وبعضها، ان هي غيرانة ان صاحبتها عرفت واحدة تانية، هي ما عملتش حاجة غلط، فملهاش علاقة بالتصرف. الموقف اللي انت بتحكي عنه بقى، اذا فعلا انت شايفة انه غيران بسبب ان انت اعلى منه، دي غيرة ملهاش علاقة بالرجالة، دي غيرة ما بينكم انتوا الاتنين. يعني ايه اللي خلاكم انتوا الاتنين في العلاقة دي يبقى فيه التراتبية اللي بالمشقلب؟ ليه؟ ان احنا كنا قلنا قبل كده زمان ان الطبيعي الست عايزة واحد اعلى منها. طب انت من البداية، مش بتكلم شهادة، انت من البداية كنت شايفة ان هو اعلى ولا اقل؟ انا توسمت فيه، كان في حاجات كويسه، بس هو شايف كده، شايفني بقى ان انا اعلى منه تعليما، حلو. شايفني ان انا اعلى منه وسطا، شايفني اذا فده. اذا هو زي ما انت بتقولي شايف فيكي كل ده، او دي مشكلة في نفسه، طبيعي ان تكون ظهرت في البداية. طبيعي جدا ان تكون ظهرت في البدايه، تكون ظهرت في الخطوبه كمان، مش هقول لك في اول الجواز. مش ايوه الغيره الوسطيه اللي اتكلمتي عنها دي، او اللي بينه وبينها، دي بتبان في الاول، دي في بتبان في وهم برضه قاعدين في اي مكان. في برضه جمله بتتقال ايه يعني ما بيننا ما بين بعضنا، في كستات، اللي هو ايه، هيهدى بعد الجواز. لا ما عندناش الكلام ده، انا يعني بقولها لكم اهو مثلا يا ايه، هو ستات. بس بيعمل كده بس عشان انت بعيده عنه، عشان هعيدها بيعمل، لان في تاني. ناس بتبقى غيره جدا في الخطوبه، ماشي. لدرجه اللي هو ايه، ما تنزليش غير مثلا مع يعني ايه، تنزلي مع مامتك يعني، ماشي في حاجات. معاكي. يقول لك انا لا، بقول ده لكم يا كده كده بعد ستات، ما بيتجوز بيهدى، لانه خلاص بيبقى ضمنك وقاعد. ولا الهوى، انا بقول لكم يا ستات العكس هو اللي بيحصل. العكس. مفيش حاجه اسمها راجل كان غيور في الخطوبه غيرته هتقل بعد الجواز. دي بيقولك بيهدى. العكس، والله ما بيهدى.
بعيدها تاني، مفيش حاجة اسمها ان راجل كانت غيرته عالية قبل الجواز هتقل بعد الجواز، الطبيعي انها تعلى. مع احترامي لكل الستات، انت قبل الجواز غريبة عنه. يعني ايه؟ يعني ممكن في لحظة تقولوا لبعض مع السلامة بدون حقوق ما بينكم، لكن بعد الجواز الدنيا اختلفت. ما بالك ان هو كان بيغير على اللي لسه مفيش حاجة تربطهم بيها، يبقى هيغير ازاي على اللي اتربطوا مع بعض؟ مش ان هو فكره ان انا عشان بعيد عنه او عشان خالص، ولا ليها اي علاقة. مفيش راجل هيغير قبل الجواز غيرته هتقل بعد هتقل، الجواز، ما ما بتقلش. بتقلش. اجيلك بقى للحتة التانية اللي هي اللي فيها خلاف كبير، العند بتاع الست. انا عارف ان انا قلتها كتير ولكني لسه عند نفس الرأي. ما تاخدش واحدة عنيدة. السبب، المشكلة ان الست مش فاهمة ليه احنا بنقول ده. العند من الصفات الذكورية عموما. الطبيعة في الست ان هي هينة لينة. لما بيلاقي الراجل ان اللي قدامه عنيدة، هو ما بيشوفهاش ست، هو بيشوف واحد راجل قدامه. كل كلمة بكلمة، كل فعل بفعل، كل حاجة بحاجة، اللي هي ايه، اتنين عمالين يخبطوا ببعض. في اللحظة دي هو ما بيشوفش ست. فانا بنصح الست، لان للأسف مفيش حاجة الراجل يعملها هتخلي الست اللي قدامه مش عنيدة. والستات اللي بيكذبوا على نفسهم وبيكذبوا على اللي حواليهم وبيطلعوا يقولوا لا اصل انا ما جاليش الراجل اللي ابقى معاه مش عنيدة، انت كدابة. ليه انت كدابة؟ لان انت عايزة تقولي ان انا بكون انثى باختياري وذكر باختياري. انت ليه معتقدة ان دي حاجة حلوة في عين الراجل؟ لانك عمرك ما هتقبلي لو راجل قالك انا بكون ذكر باختياري وراجل باختياري. يعني لو واحد قالك انا كل مثلا يعني في يومين في الاسبوع ما ببقاش راجل، هتوافقي عليه؟ اكيد لا. طب ما هو نفس الكلام، انت جايه بتقولي انا يومين في الاسبوع ما ببقاش ست، عايزاه يوافق عليكي ليه؟ بالعكس، المفروض ان دي حاجه محببه، ان انا اطف في التعامل مع الناس بره، ان انا بعرف صبرا صبرا، لحظه واحده يا استاذه. في فرق ما بين ان انا بتعامل مع الغرب بالحدود وان انا ذكر. هعيدها تاني، في فرق ما بين ان هي بتتعامل مع الغرب بالحدود وانها ذكر. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش دونا عن كل البشر اللي بيتعاملوا تيجي تقولي الراجل اللي انت وافقتي انه يبقى جوزك وتعامليه بنفس الطريقه اللي بتعاملي بيها الاغراب. انت كده عندك مشكله. كده انت المشكله ان انت فعلا عنيده، لا، انا مش ان مش انت بعامله بتحطي هو، انا حدود. بعامل بالموقف. يعني دلوقتي الموقف بيستدعي ان احنا لازم نقعد ونتكلم، ويا تقنعني يا اقنعك. موقف انا شايفاك فيها معلش احنا مقفل هنا، الدنيا. ما انا كنت لسه هقول لك، احنا هنا بنتكلم ان هو جوزك صح؟ اه. ماشي. انت اتجوزتيه ليه؟ جوزته شفت فيه حاجات كويسه لحظه برضو، ما بس، احنا لا هنا. بتكلم في الاراء. يعني ايه بتكلم في انا الاراء؟ انا يعني اقتنعت انت بيه، بتثقي انا في بثق الراجل فيه ده؟ ماشي، بس في حاجات مش منطقيه. ايوه بالمناسبه ممكن يجي لك حاجات مش منطقيه، بس الثقه معناها ايه؟ ان الكلام اللي انا بقوله لك اكون غير منطقي. لحظه واحده، حلوه قوي الجمله دي. واحد اعمى عايز يعدي السكه، عشان يمسك في ايد حد يعديه السكه، هو واثق فيه ولا لا؟ واثق فيه. طب ما هو اعمى. هي دي اسمها الثقه. انت تبقى اعمى، انت مالكش اي حاجه، انت مسلم للشخص اللي انت واثق فيه. وما تشتغلوش نفسكم باي حاجه غير كده. انت لو واثقه فيه هتسلمي له كل حاجه. الاعمى اللي عايز يعدي لو ما عندوش ثقه في الشخص اللي هيمسكه يعديه ما كانش قال له عديني، صح؟ هل ينفع بقى وهم في نص السكه يقول له لا انت ليه مشيتني خطوتين هنا بسرعه، استنى لغايه ما تيجي العربيه تشيلهم؟ لا ما ينفعش، يبقى انت كده ما بتثقش اساسا. فما ينفعش تقولي انا بثق، بس لازم تقول لي لا انا بثق، يبقى انا هتحرك معاك باللي انت بتقوله. حتى اللي بيقوله ده مش منطقي. ما هو مش منطقي. ثانيه واحده، هو في حاجه اسمها ان واحد اعمى يعدي سكه؟ ده مش منطقي في حد ذاته. الموقف ده نفسه مش منطقي. ولو فجاه الراجل اللي شايف قال للاعمى اجري، هل ده منطقي؟ لا. لو في نص وهم في نص السكه قال له اقف، هل ده منطقي؟ لا مش منطقي. لكن هو قال له اقف ليه؟ لان في عربيه جايه اسرع شويه، هيقفوا تعدي العربيه ويكملوا. فكل الحاجات اللي بتحصل من ساعه ما بداوا يعدوا لغايه ما وصلوا الناحيه الثانيه مش منطقيه. طب الاعمى ليه بيعملها؟ بيعملها ليه؟ عشان عشان واثق واثق. في الراجل اللي يعني بيعديه. احنا هنا برضو الصبر على ان انا ما بقاش عنيده انت اللي لازم مرهون تغيريها. لا انت اللي ان لازم الشخص ده تغيريها. انا شايفاه ايه. من البدايه بقى. من انا من الاول عشان بقى كده خالص. انا بقول للرجاله انت مش هتعرف تغير واحده عنيده. لو هي ما غيرتش مش ما ما تكملش. مفيش حاجه الراجل يقدر يعملها يخلي الست مش عنيده. ليه؟ لان انت كده زي ما تكوني بتقولي لراجل روح لراجل خليه مش راجل. لكن هي
راجل روح لراجل راجل خليه مش راجل. انا ما اقدرش اعمل حاجه خليه مش راجل، ما لكن هو لوحده يقدر يبقى مش يعمل. راجل. اه فهي كده، انت العند بيخليكي راجل. لكن العند الشخص، ايوه. صبر الست على عند الراجل ان هي الغيره الزياده تبقى الافوره في حياه مقتنعه ان ان انت هو تكوني خلاص شايفه ان ده انا راجل انت ان مقتنعه بيه. لكن بقى الحته بقى ان انا شايفاه ان هو اقل اعلى مني، والدنيا، اعلى، احنا كده في حته بقى تانية بقى لان ده خالص. بيبان من الاول اصلا. مش محتاجين توصلوا لغايه ان يتقفل عليكم الباب. انت شفتي الكلام ده في هنا كده الخطوبه. كده النهايه جايه، لان مش ما فيش حد هيستحمل. للاسف للاسف، اه ما انا عشان كده بقول لك طب انتوا رحتوا ليه؟ هنا برضو نفس فكره العند، هنا المشكله هي مش هتقدر تعمل حاجه، المشكله عنده هو. حلو، بس على الاقل المشكله دي كان ليها كل البوادر قبل. نفس الطريقه، ما هو صح. العند برضو كل ما انا قصدي ان صح. في حاجات احنا كاشخاص ملناش، التحكم عندي. مش عارف احلها، هو اللي صح. قدامي لازم يتغير، لازم يعملها. سواء بقى راجل او ست. راجل صح. ان هو بيغير عارفه برضو من من افضل الحاجات اللي ممكن نضربها مثال ايه؟ الغضب. مم. انت لازم تتحكم في غضبك. اصل انا لما ببقى غضبان بدغدغ واعمل، لا. الجمله الشهيره انتي انت اللي نرفزتيني. نرفزتي، انت كذاب. اه انت كذاب. غضبك انت اللي تتحكم فيه. غضبك مش بسبب الناس، غضبك منك انت. اه في افعال تسبب الغضب، ولكن في ناس طب بتقدر تسيطر على نفسها وناس لا. هل برضو ان الغضب ده من الحاجات اللي بتتضرب في 10 بعد كده؟ اه. قلت لك مثلا احنا مثلا كنا بنتخانق في الخطوبه لدرجه ان هو ممكن يبهدلني في الشارع. طب بالله عليكي تبقى ينفع ان راجل زي ده تتجوزيه؟ ازاي بتقنعوا نفسكم ان هو بعد الجواز هيتغير؟ ما هو بيبقى كويس بعد كده وبيصالحني بعديها على طول. ما يهمنيش، انا بتكلم انا الموقف. بقول لك هو ايه اللي ما بيحصل، انا بقول بيصالحني اهو. بعديها على طول، بيبقى الموقف. كويس وبيعتذر وبيحلف انه مش هيعمل كده تاني ومش هيعمل كده وبيعملوا تاني تاني. سبحان الله وانت وبيعملوا كده بتصدقي. تاني وانت بتصدقي. ده طب بتلومي هيتضرب في مين؟ 10 يعني، اللي بالعصبي ايراد بتلومي مين؟ في اه بتلومي مين؟ يعني انت بتقولي هو بيزعلني وبيعمل وبيقل ادبه او بيغلط او بيتعصب زياده عن اللزوم، وبعد كده بيجي يعتذر ويقول لي مش هعملها تاني، مش هعملها وبيعملها تاني، تاني، بيعملها تاني. وبتصدقيه، مم. ويعمل لك نفس المشكله فلما ويجي تظهر بقى يعتذر. المشكله بعد كده لما يبقى تضرب انا في وشك بقى، بعد كده. لما تضرب في مم. وشك بقى، تلومي مين بقى انت وقتها؟ للاسف بيطلع هو اللي اتغير، هو اللي وحش، هو. لا انا بقول لك ان هو ما اتغيرش، هو وحش من زمان. انت اللي رحتي، انت اللي سبتي كل البني ادمين الطبيعيين وخدتي واحد انت شفتي مشكلته من الاول. فالصبر المفروض ان هو يكون على ان انتوا الاثنين لسه بتتجمعوا في مكان واحد. لكن العيوب الكبيره اللي ليها علاقه اصلا بالتحكم الشخصي، ان الانسان هو اللي المفروض يتحكم فيها، لا ما تصبروش عليها، لان المفروض ان انتوا شفتوها من وقت الخطوبه. خلي عندكم من الذكاء ان انتوا ما تدخلوش اصلا والعيوب دي موجوده، او العيوب ان اللي انا ليها اصبر علاقه لو لقيت بالتحكم. الطرف اللي قدامي خلاص ايكون ان هو وبيغير. وبيتغير. لان يعني في ناس فعلا بتقولك انا ما اعرفش اللي انا بعمله ده عند، انا شايفه ان انا يعني كل انا حاجه مثلا كل حاجه مش ينفع تتوضح. اللي هو خلاص انا خدت قرار ان انا كل الطلبات ان الطرف التاني ده يصبر عليا لغايه لما اتغير. لا مش ده اللي اسمه صبر بقى، انا بتكلم في حاجه تانية. انا لما جيت وضحت مم. لقيت ان الطرف التاني سمع وعايز. يعني بصي انا مش رايح لدرجه ان احنا نصبر، مم. لا انا مستعد ان انا اقبل بالاقل ان الطرف اللي قدامي يبقى عايز اصلا. مم. لان لو هو مش عايز اقسم مش بالله لو ايه اللي حصل. فانا جايبها من تحت خالص. اتكلمنا، وضحنا، لقيت الطرف التاني وافق وعايز. لو انت عايز انك تتغير انا معاك، لان التغيير ما بيكونش سهل. هنا الصبر كويس، ان انا لو اه لقيت بوادر ان اللي قدامي ابتدى البوادر. خلاص بقى يعني ايه. صح. حتى ما هي النتيجه مش هتظهر في يوم وليله، وما حدش بيتغير في بالظبط، يوم مفيش حد وليله. بيتغير في يوم وليله، لكن البادره الاولانيه ان هنا الصبر انا هيبقى عايز فعلا اعمل. مفتاح الفرق. بالظبط، طبعا الصبر هنا يبقى مفتاح الفرق. ان شاء الله يعني نصبر على الناس تتغير باذن ونديهم الله. فرصه، والحاجات الاساسيه لا صبر فيها. ما فيهاش. نكمل الحلقات باذن الجايه. الله تنسوش برضه اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وهتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن، واستنونا في حلقات جايه. باذن الله. باذن الله.